سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. سلام امهاتي، حيت كيتابعوني بزاف ديال الامهات، الله يحفظهم يا رب. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بصحه جيده. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا خوتي من العنوان، اخر يوم ليا في المغرب البنات. صافي سوف اودع المغرب للاسف، ولكن هذه سنه الحياه البنات. ضروري ما رجعت انا لداري، رجعت انا عند الزوج ديالي، خلينا مسكين بوحدو. ايوا ما عندنا ما نديرو البنات، ضروري ما خاصني نرجع. واخا الفراق صعيب البنات يحس به غير اللي مجربو، ولكن ما عندنا ما نديرو. كيف ما كتشوفوا خوتي، المهم فقت الصباح بكري ومشيت درت البي سي ار ديالي وجبتها الحمد لله، دازت كلشي هو هذاك. هنا جيت لقيت الام ديالي والاب مشاو تقداو وجابوا التقديه ديال البسطيله ديال الحوت، حيت عزيزه عليا وهي الوحيده اللي باقا ما كليتهاش. انا كنبغي البسطيله ديال الحوت البنات اكثر من البسطيله ديال الدجاج. المهم هنايا جيت لقيت مرت خويا هي اللي غتصايبها، قالت لماما خليني نصايبها، هي اللي صايبتها اليوم. المهم كيف ما كتشوفوا راكم عارفين المقادير وعارفين الطريقه ديال البسطيله ديال الحوت. انا بغيت نشارك معكم غير مقتطفات منها. اول حاجه كيف ما كتشوفوا خدات المقيله، دارت فيها شويه الزبده، دارت الكالامار هو الاول تشحراته، من بعد ضافت الفرخ. هنايا الشعريه الصينيه، كورنيشو، الزيتون، الشامبينيو. المهم راكم عارفين الطريقه ديال البسطيله، انا غير كنبغي نشارك معكم الطريقه اللي كنديرو حنايا في الدار. صافي هنا درت واحد شويه الزبده وغادي تشحر هذاك الشيء كامل، وشويه الملحه، شويه الربيع والقزبر وهذا. المهم هذه هي الحشوه اللي حنا كنديرو. الصراحه ما نقولش لكم البنات كيفاش جات هاد البسطيله، راه جات خطيره وجات شهوه منا، الله يعطيها الصحه. انا دات التوابل او العطريه ديال البسطيله ديال الحوت. المهم هاد النهار هذا البنات هو اللي غنمشي فيه انا المطار وغادي نودع الاهل ديالي. المهم فيديو طويل وفيه ما يدار وفيه مفاجات. المهم خليكم معايا حتى الاخر لا فيديو البنات، ما تمشيو فين حتى تكملوا الفيديو. كنشكركم بزاف على الكلام الطيب اللي كتخليو لي في التعليق. كنشكركم كنشكر الناس الجديده اللي انضمت للقناه، شكر خاص ليهم. كنشكر حتى الناس القدام بطبيعه الحال ما ننساهمش. المهم هنا كيف ما كتشوفوا خوتي راه دارت العطريه، دارت البزار، دارت شويه السكنجبير، دارت التحميره. المهم العطريه ديال الحوت البنات، لا نسيت شي حاجه زيدوا كملوا من عندكم نتوما، تبارك الله عليكم، راه كلشي المغربيات حادقات ما شاء الله عليهم. صافي هنايا زادت شويه الهريسه، ضروري من الحار في البسطيله ديال الحوت البنات. هاد البسطيله هادي راه الصراحه جبت معايا حتى انا وحده هنايا، جبتها معايا ملي كتغادا، لقيتهم مصايبين ليا وحده، جبتها معايا حيت راجلي عزيزه عليه البسطيله ديال الحوت، والصراحه جبتها معايا، درتها لي مفاجاه وجبتها معايا البنات. صافي هنا كيف ما كتشوفوا زادت واحد القطرات ديال الحامض. صافي وغادي تبقى تضيف هذاك الشيء وتجيبوا تشحروا مزيان البنات. واهم حاجه في البسطيله هو تخليوها تبرد، قد ما بردات قد ما كتكون زوينه وما كتقبش لكم الورقه. هنا زادت الصوجه او الصويا، الصويا، زادت الصويا هنايا كيف ما كتشوفوا البنات. وصافي وغادي تزيد واحد شويه 2 معالق تقريبا ديال زيت الزيتون في الاخير. وضروري ما كتذوقوا المليحه ديالتكم، حاولوا ما تملحوهاش بزاف لان ديجا حنا حاطين فيها الزيتون، حاطين فيها الكورنيشو الحامض مصير، كتكون شويه مالحه. صافي هنا بعد ما تشحرات كل شيء قلباتهم هنا في الطنجره هذه وضافت عليهم الكروفيت كيف ما كتشوفوا. صافي وغتشحر كل شيء مع بعضياته حتى يتجانسوا المكونات كاملين مع بعضياتهم، وغادي نخليوها تبرد تماما وعاد غنخدموا بها. هنايا راه بعد ما بردات البنات، راه خلاتها تقريبا شي 4 السوايع حتى بردات ونزلات هذاك الماء ديالها كامل. خدات هنا هذا المول هذا ولا هذه الصينيه هذه ودهناتها بالزبده مزيان، وبدات كتحط في الورقه ديالتها كيف ما كتشوفوا. هاكا حطات الورقه الاولى، غتحط الثانيه، تحط الثالثه بنفس الطريقه ونفس الوقت كتدهن بالزبده البنات. صافي هنا كنكونوا سالين البسطيله ديالنا. مهم ما نقولش لكم كيفاش جات، راه جات خطيره البنات، بنينه الصراحه. واخا هو اخر نهار وانا غنمشي والمشاعر ما نقولش لكم البنات كيفاش دايره، ربي اللي كيكون حاس بالواحد، لان صراحه انت غاده وما عارفاش راسك امتى غترجعي تاني. ولكن الحمد لله
كتحاولي انك تصبري راسك وتكوني قويه، لان ضروري ما خاصك ترجعي لدويرتك، ترجعي بنتك غتدخل المدرسه، بزاف ديال الحوايج. نتمناو نجيو مره اخرى تاني ونشوفوا الاهل ونشوفوا الاحباب وندوزوا وقيته تاني زوينه كيف دوزناها دابا، لان الصراحه البنات المغرب زوين واللمه زوينه والحباب زوينين. حنا في الغربه لا حنين لا رحيم، كتحسي كتفتقدي هاد الاجواء، كتفتقدي بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله الحمد لله ديما نقولوا الحمد لله على النعمه اللي حنا فيها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا خوتي بعد ما كملات هنايا كيف ما قلت لكم اخوتي بعد ما كملات اللفه ديالتها ديال الورقه، هنا بدات كتحط الحشوه ديالتها اللي بردات البنات ديال البسطيله وكتوزعها بهذا الشكل هذا، وراه ديجا مشى على الفران غطخلها هكا طيب من التحت وعاد طلعت تكمل الطياب ديالها من الفوق. المهم هنايا صافي غنقادوا البسطيله ديالنا وغادي نمونطيوها ورجع معكم. وهنا الزوينات ديالي بعد ما عمرات الورقه ديالتها كامله كيف ما كتشوفوا. هنا خدات الفرماج وحكاتو هكا في الحكاكه قد ما كيكون فيها الفرماج كثير البنات، فرماج حمر كتجي هكا معلكه من الداخل وكتجي غزاله. المهم صافي هنا حطات الفرماج اللي غادي يكفيها وغادي تبدا تمونطي في البسطيله ديالتها. وهنا صافي البنات كيف ما قلت لكم حطات الفرماج اللي كيكفيها. هنا صافي غتبدا تمونطي فيها. حنا كنمونطيوها البنات كنسدوها غير بالزبده. البنات كاين اللي كيدير البيض، حنا ما كنديروش البيض صراحه، كنسدوها غير هكا كيف ما كتشوفوا غير بالزبده، كتكون بحراره المطبخ البنات صافي، او كنخدموا عشوائي غير بايدينا. وسداتها كيف ما كتشوفوا ها هي جمعاتها، وهنا غادي تزينها من الفوق وعاد غادي تدخلها الطيب ان شاء الله باذن الله. واحد الديكور كنديروا لها كتجي زوينه بهذه الطريقه هذه البنات. المهم انا عجباتني وكل واحد وطريقته في التزواق، كل واحد كيفاش كيبغي يزوق البسطيله ديالته. هنا كتاخذ الورقه كيف ما كتشوفوا كتقطعها بهذا الشكل هذا وكدهنها بشويه الزبده وكترشها هكا من الفوق، كيجي هاد الديكور زويون البنات وكتجي مقرمشه من الفوق. صافي هنا غادي ندخلوها بنات الفران طيب. وخليكم معايا مازال الفيديو طويل، مازال غادي نشارك معكم تشوفوا الشكل النهائي ديال البسطيله. هنا البنات ما شاركش معكم كنا درنا صالاد كيف ما كتشوفوا. حتى هي اول حاجه بدينا بها هي صالاد، صراحه حتى هي جات زوينه وغزاله الله يعطيهم الصحه. وكيف ما كتشوفوا كان اليوم الاخير ليا في المغرب، كان يوم يعني باغيين يديروا ليا مساكن كل شيء. الله يخلف عليهم الله يخليهم ليا يا رب، ديما مفرحيني ديما مكبرين بيا. صافي هنا غادي ناكلوا اول حاجه الصالاد ديالنا، ومن بعد غادي نشارك معكم البسطيله، وعاده غنشارك معكم المفاجاه اللي دايره ماما الليليه. وعاده غادي نمشيو للمطار ان شاء الله، يعني النهار مشارجي فيه بزاف ديال الحوايج. كانت هذه البسطيله ديالنا، ما نقولش لكم كيفاش جات شكلا ومذاقا. والله البنات جات خطيره 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 وجات زوينه والله يعطيها الصحه، جات طوب 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 صراحه، كانت غزاله وعجباتني بزاف بزاف. المهم صافي هنا بعد ما سالينا العشاء ديالنا، هنايا ماما كانت محضره المفاجاه الليليه. انا والله العظيم البنات ما كنت عارفه المفاجاه ولا كنت عارفه شي حاجه حتى الاخر لحظه. قالت لي نوضي تلبسي، انا كيسحب راسي صافي قررت باش غادي نمشي الوقت ديك لا مازال الوقت باش غادي نمشيو ان شاء الله للمطار. قالت لي لا راه انا دايره واحد المفاجاه بسيطه الليليه، غير نوضي لبستي شي حاجه ديالتك. وصافي ونط لبست عليا كيف ما كتشوفوا، لقيتها دايره لها هاد المفاجاه هادي، دايره ليها هنا عيد ميلاد. صراحه فرحت بزاف 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 كيف ما كتشوفوا، مصايبين ليها الحلوى قادوا هاد الشيء. انا والله العظيم البنات ما شفتو لان كنت نهار كامل برا كنجري كنتقدى داكشي ناقصني، ما شفتهمش ملي داروا هاد الشيء. بحال الحلوى صايبوها هكا جابوها من برا، الشيء الاخر صايبوه هنايا في الدار. وانا والله العظيم البنات ما شفتو. الصراحه هادشي كان زوين بزاف، كانت مفاجاه ليا كبيره، كانت مفاجاه ليا انا صراحه. عجبني الحال وبنتي عجبها الحال. كل ما كنت كنجي البنات ماما ضروري ما كدير ليليا العيد ميلاد ديالها ديال السنه اللي غتكون فيها هي في مصر. داك المره فاش كنت دارت ليها العيد ميلاد ديال 3 سنين، ودابا دارت ليها العيد ميلاد ديال 4 سنين اللي غادي يكون ليليا ان شاء الله. هنا جاء اليوم اللي انا كنت خايفه منه، اليوم اللي كان قلبي مقبوط. ملي كيقرب الوقت قلبك كيتقبط البنات، ولكن ما عندنا ما نديرو. هنا صافي كنا وصلنا للمطار وكنزلنا الشنط ديالي وغاده غاده لباب المطار. صافي خليكم معايا حبيباتي. هنايا الام ديالي مسكينه راه غاده. وما عندنا ما نديرو الحمد لله. انا شفت هذا الفيديو كنمونطي فيه وعيني غرغروا البنات وجاتني البكيه للمره الثانيه، لان الصراحه الطياره كامله وانا كنبكي.
افتقدتم بزاف بزاف. ايوا الحمد لله. خليكم مع الفيديو. الناس كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم انا كنهضر معكم في المطار. المهم هذه اختي كوثر كتسلم عليكم. اول ظهور لشي واحد من العائله ديالي، معايا اختي وبنت عمتي وبنت خالي في نفس الوقت. المهم هنا وصلنا للمطار، ان شاء الله غادي ندخلوا. دعوا معايا نوصل بالسلامه ويدوز كل شيء بخير وعلى خير. يدوز كل شيء بخير ان شاء الله. امين يا رب. المهم البنات خليكم معايا، انا غندخل والمهم غنصور لكم الداخل. حبيباتي صافي كنت دخلت ودوزت الباجاج ديالي، قديت اموري الحمد لله. واخا تعذبنا شويه انا وبنتي ولكن الحمد لله. المطار البنات كان عامر ونوصيكم عليه ديما تمشيو بكري. انا راه جيت بكري والحمد لله. يلا ساليت وجيت جلست شويه هنايا على ما يحلوا الباب ديال الطياره ونطلعوا ونرتاح شويه، لان الصراحه تمحنا انا وبنتي بزاف هاد المره هادي. صافي هنا البنات كنا طلعنا للطياره كيف ما كتشوفوا. صافي هنا الطياره طلعات البنات ودعنا المغرب ودعنا ريحه المغرب والتراب ديال المغرب وكل شيء البنات. صراحه واحد الاحساس اللي صعيب بزاف. الحزن في عيون كل البنات واللي موجودين في الطائره، ولكن الحمد لله جينا وشفنا الاهل ديالنا ودوزنا وقيته زوينه. وهنا كانت صافي طياره طارت وكنودعوا المغرب بنظرات حزينه، ولكن الحمد لله. ان شاء الله نجيو مره تانية ونشوفوا الاهل ديالنا ونشوفوا حبابنا ونشوفوا صحابنا ونشوفوا بلادنا ونشموا ترابها اللي هي المغرب، هي اللي كترد فينا الروح البنات. الحمد لله. صافي هنايا غادي نرتاحوا شويه وغادي نحاول نعس شويه البنات. بنتي اصلا فيها النعاس لانها عيات، مسكينه تمحنات معايا. هنا البنات بعد ما نعسنا وارتاحينا شويه عاد جابوا لنا العشاء ديالنا كيف ما كتشوفوا. هنا ليليا مسكينه راها ناعسه البنات، ما غاديش فيقتها وما قداتش تنوض تاكل. صافي غادي نتعشى غير انايا، لا فاقت غادي تاكل الماكله ديالها ما فاقتش صافي. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم، نتمنى نكون ديما عند حسن الظن ديالكم. سمحوا لي لا قلقت شي واحد، لا بكيت شي واحد معايا. كنبغي نشارك معكم كل شيء. فيديو جديد ان شاء الله نشوفكم فيه. بيزو لكم كاملين، باي باي عليكم.